ضمن شوية الأخبار السريعة اللي حصلت النهاردة هتلاقي طلب إحاطة للحكومة في البرلمان حول أسعار الإنترنت. الدكتورة مها عبد الناصر عضو البرلمان قدمت طلب إحاطة للحكومة قالت فيه إن قرار المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تقترب من 30% هو قرار غريب جداً وأثار حالة من الغضب والاحتقان بين المواطنين، خاصة إن مفيش أسباب مقنعة لإنك تزود الأسعار بالشكل الكبير ده وبنسبة 30%، خصوصاً في الوقت ده اللي الزيادات عمالة ترف على دماغ المواطن من كل ناحية. أما عن أخبار الاقتصاد فالبورصة خسرت 6 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع الأول من 2024، ومصر تأتي في المرتبة الخامسة ضمن أكبر 5 دول في العالم استقبالاً لتحويلات المغتربين خلال 2023، حيث استقبلت مصر 24 مليار دولار خلال 2023. النهارده كمان بنك مصر والبنك الأهلي طرحوا شهادات جديدة بسعر فايدة 23.5% للي عايز يصرف الفوائد كل شهر، وبنسبة فوائد 27% للي عايز فوائد سنوية. وبنك مصر هيبدأ في استقبال عملاء الراغبين في الشهادات دي من بكرة، والبنك الأهلي هيبدأ من يوم الأحد بداية الأسبوع الجاي. وعن أخبار الرياضة فالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن عن زيادة قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستقام قريباً، بحيث يحصل بطل كأس الأمم في كوت ديفوار على 7 مليون دولار ويحصل الوصيف على 4 مليون دولار. أما أصحاب المركز الثالث والرابع فهيحصل كل منهم على 2.5 مليار دولار، ومن المركز الخامس للمركز الثامن هيحصل كل فريق على 1,300,000 دولار. وصدمة جديدة للفرعون المصري محمد صلاح بعد خروجه من قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.